في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهداء المعطلين بالمغرب. تحية المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي، على رأسهم شهداء الجمعية الوطنية. الحرية كل الحرية، كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حركة المعطلين. وأخص بالذكر معطلي 9 للأطر العليا المعطلة الذين أتوا إلى الرباط من أجل نيل حقهم في الشغل، وإذا بهم أنه كيحسوا بهم في غاية ديال السجون. لأن التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط مع كافة المعتقلين السياسيين، لا سواء معتقلي الأطر العليا، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كل مواقع الصمود، وحركة معتقلي حركة 20 فبراير، وكل معتقلي مدافعين عن القضايا العادلة والمشروعة. إذن الشكل ديالنا هذا يندرج ضمن الأسبوع الوطني الاحتجاجي لاستقرار الجمعية الوطنية تحت شعار نضال مستمر ومتواصل من أجل إسقاط السياسات اللاوطنية اللاديمقراطية في شعبية في ميدان التشغيل. هذا بعد سلسلة ديال المراسلات اللي توجهات من أجل لفت الانتباه من أجل الاستجابة للمطالب ديالنا، وكذلك من أجل الاستجابة الفورية لا سواء المطالب المادية أو المعنوية المشروعة بطبيعة الحال. لكن واقع الحال يعبر عن نفسه، كما نرى أنه الاحتقان اللي وصل أنه لواحد الدرجة لا تطاق، حيث أنه عبرت عليه كل الفاعلين الاجتماعيين ولا السياسيين أو النقابيين، أنه كنشوفوا أنه درجة الاحتقان اللي وصلت أنه نتيجة التهميش والإقصاء الممنهج، نتيجة السياسات أنه المخططات الطبقية أنه المنتهجة أنه لا شعبية بطبيعة الحال كما هي لا تلبي حاجيات كل الفئات أنه الاجتماعية. ننطلق من الارتفاع ديال الأسعار أنه تجهيل التفقير أنه كل مظاهر أنه المسؤولية الأولى هي كما كنقولوا دائما هي المخططات الطبقية المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية بطبيعة الحال، وانطلاقا من النظام التلميذ النجيب لهذه الدوائر هذا هذه يطبق بشكل حرفي بدون مراعاة النتائج، النتائج الكارثية أنه منها البطالة والاستفحال ديالها، أنه هذا الشيء ديال التفقير ديال التجويع، الأمية، أنه هذا الشيء أنه اللي وصل ليه المغرب المعدل ديال الأمية أنه في أسفل المراتب، التعليم أنه التردي ديالو، وكذلك مجموعة ديال المؤشرات اللي كتدل أنه على أن المغرب غادي للهاوية. لكن المسؤولين غاديين في التعنت ديالهم، مستمرين في الاستبداد ديالهم، التعنت ديالهم من أجل إغراق هذه البلاد، إغراقها ووصولها لواحد الوضع ما غاديش أنه غادي لا رجعة فيه. وكنشوفوا أنه ما استقطاب أنه الفكر الظلامي المجموعة ديال الشباب أنه ما إلا نتيجة ديال اليأس ديال الإحباط اللي تدفع هاد المسؤولين، هما اللي كيدفعوا هاد الشباب اللجوء. ما نشوفوش استقطاب ديالهم. هناك الشباب اللي كيرمي راسو في احضان ديال المخدرات، الشابات في احضان ديال الدعاره، هناك من يلقي النفس ديالو من اجل انه الجنه الاخرى الفردوس اللي الموعود اللي كيحلموا به هو انهم كيلقاو نفسهم في البحار، انه في قوارب ديال الموت. هذا الشيء هذا هو نتيجه ديال هذه السياسات المنتهجه بطبيعه الحال، وضرب عرض الحائط
المطالب المشروعة ديال أبناء الشعب المغربي. هذا مغرب الله كريم، لا تشغل لا تعلم. هذا مغرب الله كريم، ولا تشغل لا تعلم. هذا مغرب الله كريم، ولا تشغل لا تعلم. بالإضافة إلى تشريد ديال العمال، يعني تشريد العمال يعني أنه بدا أو انطلاقا من هذا المستوى، يعني أنه غادي نقوموا يعني بزيارة تضامنية مع عمال مطاحن الساحل اللي هي وصمة عار يعني من 99، وهاد العمال مشردين، يعني أنه في هاد البلاد اللي تيقولوا لنا هي دولة الحق والقانون من 99، وعندهم حكم قضائي ابتدائيا واستئنافيا وما كيتنفذش. تكون عندهم غير الجرأة إلا كيتكلموا على القوانين، يعني أنه تيتبجحوا بأنه كاين شي دستور اللي حتى نعتبروه ممنوع ودستور ديال العبيد، بأنه جا شي نقلة نوعية وتنعرفوا كيفاش تطبق، يعني أنه يطبقوا غير القوانين اللي هي ما غادي يخسروا عليها حتى شي حاجة. ولا تستطيع غير الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية، ما غاديش يخسروا الفلوس كي تيقولوا لنا الأزمة المالية ولا شي حاجة. الاعتراف القانوني وهو غير غادي يكتبوا واحد الورقة انطلاقا من الملف القانوني اللي وضعناه ويقولوا لنا ها الاعتراف القانوني ديالكم، ما غيخسروا حتى ريال. إلا كانت الأوراق خاصينهم حنا نجيبوهم لهم ونجيبوهم من داد باش يكاشيو. إذا هذه مسائل لا هي غير مسوغات ديال أنه حين أنهم اللي كيقولوا غير معطى لحتى يسمعونا تيقولوا بأنه إصلاح ديال صندوق المغربي التقاعد، وتيقولوا بأنه راه مفلس. الناس اللي كلاو تنعرفوهم اللي مشاو للإنجليز، اللي هربوا للإنجليز كنعرفوهم سليماني والمجموعة ديالو، راه كنعرفوهم شكون اللي كلاو، وكاين اللي كلاو كاينين هنا في المغرب. وكاين كنا كنقولوا بأن صندوق الإيداع والتدبير عنده الأموال الملهوبة قد توفر 2 المليون ديال المناصب ديال الشغل وما كانوش كيسمعوا لنا. الآن ها هو الآن كاين المجلس الأعلى للحسابات أنه كيقوم باتحاص ديال هذا الشيء هذا، وكيقولوا بأن صندوق التقاعد عوض أنهم هاد المتقاعدين يخرجوا الناس ويوظفوا الشباب كيزيدوا في السن ديال التقاعد، كيقول لك بانهم غادي يجاوبوا على الازمه. الازمه راهو فيهم، لانه المدير العام ديال الصندوق المغربي للتقاعد تيشد شهريا 25 مليون، وكيشد بريم ديال 3 شهور 150 مليون، وسيروا هادشي تقصاو عليه راه بشكل مسؤول تنقولوها. وخمسه ديال السيارات والرحلات المكوكيه على برا الدرجه الاولى، وتيقول لك الصندوق غادي يتعرض للافلاس. وكنقولوا واحد المساله، هذا رئيس الحكومه المنتحيه الا كانت عنده شي ذره يقول الشعب المغربي بانه دوز صفقه ديال اعفاء عن الضريبه الادماج ديال الشركات لصالح الكومبرادور، وكذا لانه ادمج الهولدين اللي منتج لنا الهولدين في الملكي وفوت على الميزانيه ديال الشعب المغربي اموال طائله. يقولها لك القلب سرق سرق فلاش الشاب، هب فلاش الشاب، ولا شاد شريبي ثروة لولاد الشاب، هو اللي شاد شريبي ثروة لولاد الشاب. واخيرا لان الملف ديالنا ديال المعطلين وديال الجمعيه الوطنيه والاستيقاظ ديال فرع الرباط راه كيعرفوه من اول موظف يعني من الباب حتى الفوق تيعرفوا الملف وما كاين استجابه. وكذلك قيس على ذلك مجموعه ديال الملفات ديال الفروع ديال الجمعيه الوطنيه. حنا راه ما تنهضروش وما كنستجديوش الحسنات، لان الناس اللي مرتاحين وفي نعيم تنعرفوهم لانهم كيستافدوا من الوضع، كيستافدوا من الريح، كيستافدوا من التوظيفات المحسوبيه والزبونيه. طبيعي ان في هذا المغرب حنا ما كنستغربوش بانهم هما كيعطيو بان المعطل ما باغيش يخدم، وبان المعطل راه غيشبع الخبز، بان المعطل كذا كذا. وهذا الشيء هذا راه الناس راه كتاكل بالقمامات، يعني الزبل المطارح ديال الازبال اللي كتاكل. الناس الان كتبيع
حوايجها باش تدخل ولادها للمدرسه وباش تشري العيد وغير ذلك. اذا هنايا خاص الناس هاد الناس اللي واقفين عندنا راه حنا تنعرفوا بان حتى هما شحال تيتقاداو وبان حتى هما الاجر عندهم الاخوان ديالهم والعائلات ديالهم ويلا كيتكافاو باش هادشي راه كنعرفوا لان حتى هما راه ولاد الشعب بحالنا بحالهم. ولكن حنا نتكلم عن القمع كجهاد، كنتكلموا على القمع كجهاد وكندينوه لان الملف ديالنا حنا. ونعطيكم مثال بانه مشروع ملي كان وزير الداخليه مؤخرا في الجنوب وحنايا ماشي ضدهم انهم يتشغلوا تكونوا واضحين، ولكن ملي كيوعدهم بانه غيحل لهم الملف وحنايا كينزل لينا المرسوم هو غادي يمشي يتباحث مع وزير ديال الاول كيقول ليه انا رئيس الحكومه نقنعوه باش يعدل. وحنا تنعرفوا بان راه ما غيكون لا تعديل لا والو، راه كاينه توظيفات كتم تحت الطابله وهنايا في مجلس المدينه وفي غيرها غير في كازا وكذلك. اذا الملف ديالنا راه مشروع وكنتشبتوا يعني انه بالمطالب ديالنا اللي مشروعه شقيها يعني المادي والديمقراطي والمطالب العامه. وانتم انتظروا شحال غادي يجيكم في الموضوع يعني انه من بعد يعني في هذا الشهر هذا وغادي تسالوا يعني نفسكم يعني انه ان الماء خصنا ناخذوه فابور لان حنايا عندنا فرص مائيه اللي هي يعني انه عديده وكيجيو كيسطيو عليها المضاربين العقاريين باش يبنيو يعني الباطيمات وباش يلوثوا هاد الفرص المائيه. اذا كيختم يعني انه اطار الاسبوع الوطني الاحتجاجي ديالنا والمطالب العادله والمشروعه اللي فيها الاعتراف القانوني الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي. يعني واش قبر ديال شهيد قتلوه اجهزه القمعيه مسؤوليه ديال النظام ما قادرينش يقولوا للعائله ديالو ها القبر ديالو ها هما فين يمشيو يترحموا عليه. هذه حتى هي خصها الفلوس وما يكذبوش على الشعب المغربي. وغير اليوم الصفحات ديال الجرائد والتصميح وممكن يطلعوا عليها اللي كيقول لك محاربه الفساد والاستبداد وغير ذلك. يعني انه وزير ديال التجهيز وديال النقل يعني انه شي تيقول لك واك يعني انه انا راه ما قادش واش كدير السي الرباح يرفع رايات ما غنديرش اشاره لهذا يرفع الرايه البيضاء في وجه لوبيه المقالع ديال الرمال. اذا هنايا شكون هما اللي كيشادين المقالع ديال الغسول وشادين صناصيد وشادين الجرف الاصفر باش كيخرجوا منه الاسمنت وكيشادين باش كيبنيو يعني انه الباطيمات وكنعرفوهم شكون هما واش غيقدر يدوي معاهم هما اللي حاطينه بطبيعه الحال. وحنا كنقولوا بانه هما المسؤولين وهو كذلك اليد اللي كتبطش هذا الشعب المغربي لانه هو منين عطاوه 7 مليون وعطاوه الامتيازات وغيدوز 5 سنين وغيبقى يتقاضى الاشر ديال ما نعرف مليون يعني تقاعد اللي غادي يخدم انا الوالد ديالي ولا الوالد ديال اي واحد هنايا يخدم سنين يلاه كيعطيوه 40,000 ريال ولا ما كتوصلش ليه التقاعد هو 5 سنين كيجي ثانيين حتى هما اللي كيضحكوا على الشعب المغربي. اذا من هذا المنطلق حنا راه ما كنقبلوش نكونوا ضحيه وعلى الجوجات ديالنا اننا غادي نطالبوا بالحقوق ديالنا ومهما كلفنا ذلك من ثمن. وتحيه نضاليه. والان غادي نمشيو نديروا زياره تضامنيه للطبقه العامله والعمال مطاحن الساحل يعني انهم هما ولاد الشعب وبالتالي انه منا لهم التضامن وهذا هو لا زالت مفتوحه.